كنت عارفه ان هو رايح؟ هو في الالتراس ما بيسيبش ماتش لما بيروحوا، بس في بورسعيد عشان من القلق فخاف يقول لي، ان هو رايح بورسعيد. هو عاده بيقول لك قبل ما يروح الماتش؟ اه، ان هو بيعشق الاهلي، وانا على الهوا بقول له يا خساره حبك يا محمد في نادي ما يستحقش. ليه بتقولي كده؟ كده لان مش هو ده النادي؟ ده جمهور النادي، ده الالتراس اللي كله بيقول عليه، اللي هم الثوار وهم البلطجيه وهم الشمامين هم دول الالتراس، مش دول النادي الاهلي، مش دول الاداره. الاداره باعت اداره النادي الاهلي باعت القضيه في المحاكمات، ما فيش ولا مندوب من الاداره جه سال فينا، ولا حتى سال شاف القضيه دي قضيتهم قبل ما تبقى قضيتنا احنا. سمعنا ان هناك لاعبين من النادي الاهلي يعني كانوا متضامنين مع اهالي الشهداء في اسبوع الوفاه بس، يعني كل هو اللي جه محمد ابو تريكه وحسام غالي ووائل جمعه واستاذ احمد شوبير وطاهر ابو زيد، غير كده اسبوع الوفاه، غير كده ما حدش سال فينا خالص. لكن الاداره لم تتضامن معه؟ ولا الاداره ليها دعوه بينا خالص ولا تسال فينا. اهلا بحضرتك. انا بقول له تاني مره يا خساره حبك في نادي، ضيعت عمرك، حبيت يا محمد نادي ومت في النادي، والنادي ده ما يستحقش يا محمد. ايه اللي كنت متوقعه من اداره النادي الاهلي؟ تسال علينا زي ما كانوا مورينا، والعياط والتمثيل على القنوات. ما فيش تليفون بيتصلوا بينا يسالوا علينا، وفي امهات كتير اتصلوا بلعيبه كتيره كانوا متابعينهم قافلين الموبايلات مش عايزين